عرفت الجرموزي الحوثي يسب الصحابة علشان يرضوا عليه الحوثيين، سب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسب عمر بن الخطاب، سب الصحابة على أساس يرضوا عليه الحوثيين، يقولوا هذا معنا معتق، واليوم يقتحموه لا بيته، اقتحموه لا داخل البيت واخرجوه روحوا بيت خاله أو صفوه. شاهدوا المقطع، شاهدوا. الآن شوفوا، الآن قد تشوفونا على الهواء مباشرة، ولا كان ودي أوزع هذا الفيديو. جوت تقوم لا قدام البيت بدون أي إشعار. إذا حصلت قتله اسمعوني، أنا أبرأ إلى الله من دماء هؤلاء الجنود إذا كانوا مجاهدين تقوى الله. الشاعر الجرموزي معروف، يتصل بمكتب السيد وأنا جاوب الآن. معنا جانب بقائي، أين أنت يا أبو عباس؟ الآن تقوم منتشرة حول بيتي الآن. ايش سوى الجرموزي ما انا داري. اللهم اني ابرأ اليك. هذا ابو سيف قال جاء توجيه من الديلمي ومن احمد المتوكل ومن الظالمين، لا حد كلمني ولا شيء. اللهم فاشهد، احنا الان على الهواء مباشره، خلوها توثق. اما انا اذا دخلوا البيت وانا حي فاعتبروني على مله بني اسرائيل. لا حد بلغني ولا حد كلمني. انتشار تقوم جنب البيت هكذا بدون اي سابق انذار. وهذا ابو سيف ادري من جاء، جاب توجيه من السيد عبد الملك يا ابو جبريل. الرجال قال جاب توجيه منك، ومنتشرين حول البيت. شوفوا ها، منتشرين حول البيت الان. شوفوا الطقوم موزعين حول البيت، ما نداري بتوجيهات من جو بدون سابق انذار، بدون سابق انذار. ما حتى الدولة اشعار. وجهوا فوهات الاثنعشات لا وجه الشاعر الجرموزي الان. شوفوه، لا حد وجههم ولا كلمني. يا ابو سيف ادحن البلاء وقل لي مني وجهك لهذا الان. احنا على الهواء مباشره، اقسم لكم بالله ما درت الا والناس باب بيتي. لا حد اتصل بي، انا مجاهد. بايجوا الوقائيين. طيب ليش ما اتصل بي الجانب الوقائي؟ ليش ما اتصل بي؟ ليش ما اتصل بي الجانب الوقائي وانا اجاوب؟ اين الاشعار؟ اين الاوامر القهريه؟ معي كف خطاب من السيد. من اجاوب؟ من اجاوب؟ من اجاوب؟ خلاص ادوا الاشعار. اين الورق؟ اين الاشعار؟ يا ابو جبريل هؤلاء جو بتوجيهك. والله قالوا جينا بتوجيه من مكتب السيد عبد الملك. شوف الملثمين يا ابو جبريل، داعش وسط الصنعاء. ما أنا لا دخلوا بيتي وعادنا بخير. إذا ما نزلت الطقوم فاعتبرني على ملة بني إسرائيل. اللهم فاشهد. لا اتصل بي أبو العباس، ولا اتصل بي جعفر المرهبي، ولا اتصل بي حسين عبد الكريم. جوني بانتشار هكذا دقوا الباب. لا عدل البيت حرمه ولا. الآن الصوت الوحيد اللي بقي يتكلم على المظلومين الجرموزيين سكته. هذا التغييرات الجذرية يا أبو جبريل. من اجاوب؟ بتوجيه من؟ بتوجيه من يا ابو صهيب؟ وليش ما اديت لي اوامر في ورق؟ نزلها عندي يا بدر. شوف يا بدر من جاء من التوجيهات. ايوه. اللهم اني ابرأ من دماء هؤلاء، اقسم بالله العظيم ما يدخلون الا على جثتي. لا ما اشوف احنا في دولة السيد الان التغيير الجذري. ادعو المجاهدين ان يهبوا الى بيتي الان، ما قد طلبتكم الا الان. جو الان واتصلنا بعايض. صلنا في عايض. علي الحرام نحشدهم من الجبهات. والله يشتي اسكت اسكاتي. ال 12 دي خرجنا علي محسن بها الان موجه على صدور المجاهدين. ثوار 21 سبتمبر محاصرين يا مجاهدين. الان الطقوم حول بيتي. شوفوا هذا حنجمة البحث حق المحافظة. بدل ما يلاحقوا أحمد سيف حاشد وذي يلعنوا والديهم، رجعوا على المجاهدين. شوفوا الآن أنتم على الهواء مباشرة. شوفوا والله مشعروني ولا حد اتصل بي. هذا التغيير الجذري. قلت لك يا عبد الكريم الحوثي، قلت لك يا عبد الكريم الحوثي أنت وزير الداخلية، العهد الماوري ما بشهادة تصرفات. اللهم اني ابرأ اليك من دماء هؤلاء العسكر. الله لا ردك الا جهدك. وانا لا ما ترجلت فانا على ملة بني اسرائيل.
الدلوة لك واعطني وقول لي من يتصل بكم. يا سيف الاشعار بين ادى الاشعار. اما هكذا جاء توجيه اقتحام البيت. انزل عنده يا ولد. انت عليك وثق بس، وثق اخر مع ملحمه. اذا رجع منهم واحد فاعتبروني علامه في اسرائيل. امسك. ايش اداهم للبيت؟ علي الطلاق لافعلها جبهه الصرواح حانه. من هو اداكم؟ معي كف خطاب احمر من البلدان الداخليه. كف خطاب معي. معي كف خطاب، كف خطاب. مكن كف الخطاب. معي كف خطاب. ليش ما هذا الحلجاني هكذا توجيه؟ جاء توجيه مفاجئ الان. شوفوا الطقوم حول البيت. الملثمين هكذا يعني من كلم بكلمة حق وملثمين المشكلة ما حتى بدوا وجوههم. أبرأ إلى الله من الدماء هذا يا أبو جبريل. أقسم لك بالله أنهم جو ما حتى شعروني إشعار. تحركوا لا قدام البيت. أبو صهيب منفذ الأوامر. كان بقى يتصل بي عبد الباسط الهادي. عبد الباسط الهادي كان بقى يرجع له الجامعة الهادي ولا يفعل هذا الانتشار اليوم حول بيتي الآن. صرنا وفعال تقول لي يديهم لنا كلهم. لا ادوا لي اشعار ولا توجيه. ما ادري لو تكون منتشره حول البيت. اين الاوراق؟ اين الاوراق؟ اين التوجيهات؟ معي كف خطاب. يعرفوا الشاعر الجرموزي ما عرفونا. ليش ما ادوا لي اشعار امس؟ الدولة يجيب الطقوم. الدولة تنفذ تلتزم بالقانون. ما هو يجي اقتحام على البيوت. هذا بيوت بثوار مجاهدين. خلوني اصحح وضع. ادري عبد الكريم الحوثي الان طقومك في الباب يا عبد الكريم. بتوجيه من جو يا عبد الكريم الحوثي؟ ثوار 21 سبتمبر دي خرجوا علي محسن واخرجوا الدواعش. الان بيوتهم محاصره داخل صنعاء. ايش عندي لا ما جيت؟ اني كافحت الفساد وتكلمت على المظلومين. ذنبي اني تكلمت على الفساد في القضاء. ما لو انا خايف ما انا قدامك الان. اذا رجع واحد فاعتبرني ما انا رجال. اللهم اشهد. اللهم اني الان اكمل الحجه امام العالم. وهذا الذي بيتكلم باسم الحمله ما رضي يتصل بالداخليه الان يبلغوني. خلك بس انتم خلكم من هانك ومن هانك بس. حد يقرب على البيت تسجلوا. لا ما اشوف من التوجيه هذا. هذا التلفون يا بدر. اسمعني يا محمد. لو شي احترام لي كمجاهد. لو شي احترام لي كمجاهد ما تجوا بالطريقه هذا. بتصلوا لي اتصال واجيكم الى طرف الدنيا. وش هذا الخدعشات يا ذاك؟ انتوا دخلتوا صنعاء بسبب ثورتنا. هات التلفون يا ولد. كل بدر هات التلفون. يا اخي الدولة شحال لا ما جاوب. لا ما جاوب. يا جرموزي احنا مفرقين الدولة. لا خليك في باقي الدولة. لا خليك الطقم هذا والله قاعدين. يا اخي يترفعنا الطقم. روحنا ابو سفر. وجيت فاهم انت وياه. والله ما تجوا هكذا على الشاعر الجرموزي. لو قد حصل ما حصل. هذا يا ابو جبريل الدولة في قلنا بالتقرير الجذري. ما تتصلوا على الشاعر الجرموزي مسلم وفاهم دين الله. بايجيب اتصال ما بايجيب الطقوم. ما الطقوم ما هو جاي بالطقوم. بايجيب اتصال. من هو ذي وجهكم التوجيه هذا؟ من هو؟ ارفعوا الطقوم. ادعي الثوار الاحرار. الان بيتي محاصر بالطقوم بدون اشعار بدون توجيه. ما ادري الا الطقوم محاصر هالبيت. اتصل. ارفعوا الطقوم الان من جنب البيت يا ابو صهيب. باجيكم. ايش بك انت؟ ايش ما هذا؟ والله هذه خرج الطقوم هذه قسما بالله اني بقى حاكمه امام الله وامام قياده الثوره.
يا اخي فحطكم ويجاوبوا. ليش ما اتصلوا علي ما عرفوا رقمي؟ من هي القيادة اللي وجهتكم؟ إذا هو السيد باقي باتصال أنا مسلم له قبل ما تجيه. أنا سلمت له وعاد نصكم عفافيش. سلمت له وعاد نصكم ما يعرف دين الله. واليوم بتعلموني التسليم. عيب. أنا أعلمكم التسليم للسيد عبد الملك. وليش أنتم متلثمين؟ ولا شديت لي ملثمين قاعدة؟ من هو هذا الملثم ذي هانا؟ استحوا يا رجال عيب. علي أنا جايين بهذا الأسلوب. الله المستعان. والله ما شوع الذي جاء بيوت الناس بدون توجيه بدون توجيه. إذا طلعت التوجيهات اسمعوني احنا على الهواء مباشرة. إذا طلعت التوجيهات على من السيد عبد الملك فاعتبروني مرتد ولا أنا من أبناء المسيرة القرآنية. التوجيه محبوك محبوك لكن قدامهم رجال ولا كلمة. اقتحام على بيتي بهذا الطريقة. شوفوا الآن اقتحام ومطوقين البيت ولا شعروني. والله ما تفعلوا هكذا يا ذاك. هي تربية تهديدتكم لا داخل الباب ولا بيتصل بي الوقاعي أنا مجاهد. ليش ما اتصلوا لي المكتب؟ وزارة الداخلية أششتوا وليش ما اتصل بي هذاك؟ خلونهم يتصلوا بجرموزي يتصلوا به. ليش اتصل بي حسن عبد الكريم الآن وأنا جاوب؟ رفعتكم ذي في الباب هذا. اتصل حسن عبد الكريم يا ولد. سود الله وجيههم. بيتصلوا لي واجي بدون هذا الحركة وهذا اللف والدوران. يهنجموا قد معاهم تقوم اليوم. دخلتوا بطقم الاطفاء القحوم والجرموزي بس من داخل خيوان ودنان وعمران لا ما وصلنا للفرقة. والآن قد معاكم تقوم برقعة وناس ملثمين. هذا التمكين الله الآن بينظر كيف تعملوا في المستضعفين. اتصل بقول له يتصل بي يستحي على وجهه. يستحي على وجهه حسن عبد الكريم ويتصل بي وانا اجاوبه. اقسم بالله لا ما طلعت التوجيهات من عند اللوبيا العفاشي لعن تودقني. اذا طلع التوجيه من السيد عبد الملك فالجرموزي مرتد. السيد اكبر واسماء انه يدي تقوم لا قدام بيتي. والرجال قال التوجيه من السيد عبد الملك هذا. ها ما من التوجيهات جت. السيد قفاه رجال بطرح قتله انا ما يدري ان التوجيهات تخرج مرتزقه بيخرجوا بقضاء اغراض. ترجلوا علي الطلاق لو يدخل واحد لنعث والديكم. خلاص لعن والديهم من شق حريقه تقوم حريق. ايش الدعابتم السفله هؤلاء؟ ترجلوا بس ولا لا يدخل الا جثث. منتشرين على البيت. شوفينهم متخبيين قفل البيت. شوفوهم الآن مباشر على بيت الشاعر الجرموزيم الآن ملتفين. شوفوا ليش نكافح الفساد؟ ليش نتكلم عن الظلم والظلمة؟ ذنبي الوحيد يا رجال ليش تكلمت على الفاسدين في القضاء. ذنبي الوحيد ليش تكلمت على المنظومة الفاشلة. ذنبي الوحيد ليش كافحت الفساد ونفذت توجيه السيد عبد الملك. قال اي فاسد اخلصوا ظهره. الان بيخلصوا ظهورنا احنا يا المجاهدين. شوف بين الوعي القراني قد معانا ملثمين. هذا الثقافه الداعشيه اللي دخل صنعاء. عبد الغني الميدي عبد الغني من؟ خلي حسن عبد الكريم يتصل بي وانا اجاوب الان. شوف ما اعرف رقمي حسن عبد الكريم وبيتكلم معي بالساعات. قال هي من وزاره مسكها كذا. مسكها كذا انت. هات اكلم هات. والله احنا قد كلمناكم بدين الله. كلمناكم بالجهاد. لكن لو انتم عارفين الله ودين الله ما تجوا قدام البيوت. تقتحموا بيوت الناس. وين الاتصال منك بعد تصل بي؟ يا جرموزي بعد تجاوبنا؟
لكن تجي طواليها هنا للبيت. سوي شغال، سوي طلب، يتصل بي الجانب الوقائي وانا اسلم الان، اشهدوا يا رجال. يتصل بي ابو العباس، يتصل بي حسن عبد الكريم، يتصل بي امن الوقائي حق المحافظه. ليش الحركات هذه؟ قاعدين كلنا قاعدين. لحظه